تحدث مجيد بوقر عضو الطاقم الفني للمنتخب الوطني إلى الإذاعة الجزائرية عن وضعية الخضر في كأس إفريقيا 2017، ونفى الماجيك كل الأخبار التي تحدثت عن تمرد اللاعبين على المدرب ليكانس. كما كشف بوقر أن رفقاء محرز يعيشون ضغطا شديدا بعد النتيجتين السلبيتين في أول وثاني مباراة خلال كان الجابون. نفى الدولي السابق وعضو الطاقم الفني للمنتخب الوطني مجيد بوقر الإشاعات التي تحدثت عن تدخله في مهام الناخب الوطني جورج ليكانس خلال نهائيات إفريقيا، نافيا في نفس الوقت وجود أي تمرد من قبل عناصر التشكيلة الوطنية على البلجيكي بعد الهزيمة أمام المنتخب التونسي. القائد السابق للخضر في تصريحات للإذاعة الجزائرية هذا السبت أكد أن التقني البلجيكي يمارس مهامه بشكل عادي ويحضر الفريق لمواجهة السنغال الاثنين المقبل، نافيا جملة وتفصيلا توليه قيادة العارض الفني للخضر أو نيته في ذلك مستقبلا. فقال بوقر: مهمتي واضحة بدقة، وهي أن أكون بقرب اللاعبين ومساعدتهم. واعترف بوقر أن تحضيرات رفقاء ماندي لمواجهة السنغال تجري في أجواء حزينة، وأن اللاعبين يعانون من الإحباط بعد التعثر أمام زيمبابوي والهزيمة القاسية أمام تونس. وأضاف بوقر قائلا: اللاعبون يدركون جيدا قيمة الألوان الوطنية، الفريق يمر بفترة صعبة نتيجة الإخفاق أمام تونس بسبب نقص الخبرة. وأضحى مستقبل جورج ليكانس محل غموض في الوقت الذي يوجد فيه الخضر في أمس الحاجة لمعجزة للتأهل إلى الدور الثاني من كأس إفريقيا الجارية أطوارها بالجابون. يمارس مهامه بشكل عادي ويحضر الفريق لمواجهة السنغال الاثنين المقبل، نافيا جملة وتفصيلا توليه قيادة العارض الفني للخضر أو نيته في ذلك مستقبلا. فقال بوقر: مهمتي واضحة بدقة، وهي أن أكون بقرب اللاعبين يعيشون ضغطا شديدا بعد النتيجتين السلبيتين في أول وثاني مباراة خلال كان الجابون. نفى الدولي السابق وعضو الطاقم الفني للمنتخب الوطني مجيد بوقر الإشاعات التي تحدثت عن تدخله في مهام الناخب الوطني جورج ليكانس خلال نهائيات إفريقيا، نافيا في نفس الوقت وجود أي تمرد من قبل عناصر التشكيلة الوطنية على البلجيكي بعد الهزيمة أمام المنتخب التونسي. القائد السابق للخضر في تصريحات للإذاعة الجزائرية هذا السبت أكد أن التقني البلجيكي عادتهم. واعترف بوقر أن تحضيرات رفقاء ماندي لمواجهة السنغال تجري في أجواء حزينة، وأن اللاعبين يعانون من الإحباط بعد التعثر أمام زيمبابوي والهزيمة القاسية أمام تونس. وأضاف بوقر قائلا: اللاعبون يدركون جيدا تحدث مجيد بوقر عضو الطاقم الفني للمنتخب الوطني إلى الإذاعة الجزائرية عن وضعية الخضر في كأس إفريقيا 2017، ونفى الماجيك كل الأخبار التي تحدثت عن تمرد اللاعبين على المدرب ليكانس. كما كشف بوقر أن رفقاء محرز